rhythm is a dancer, it's a soul companion, you can feel it everywhere. أبرز نجوم النادي الأهلي في منتخب مصر في جيل السبعينات والستينات طبعا. اعتزلت الكورة سنة 1981 اتجهت للتدريب. سنة مايو 2015 توليت قيادة النادي الأهلي خلف كارلوس جاريدو. طبعا حققت في الأول طبعا نتائج كويسة جدا، الناس كلها أشادت بده. بس بعد كده بقى توالت مثلا كذا مرة النادي الأهلي يخسر. كان خسر كأس مصر من الزمالك 2-0 وفي النهائي يعني عايزين نعرف الأسباب اللي خلت الدنيا تتقلب كده، مسيرة كويسة لبعض الإخفاقات شوية. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكركم طبعا على المقابله الجميله دي. انا يمكن تاريخي ابتدت في النادي الاهلي فعلا واعتزلت سنه 81 واتجهت للتدريب، من خلال برضو النادي الاهلي ومن خلال منتخب مصر الحمد لله، الى ان توليت مسؤوليه الفريق الاول في السنه اللي انت حضرتك قلت عليها. انا برضو 2013 2014 خدت بطوله مع النادي الاهلي، بطوله الدوري، وبعد كده توليت بعد مستر جاريدو ما مشي. الحمد لله كنت ماشي كويس جدا جدا، وكان في الفتره دي ترتيب يمكن الزمالك كان سابق النادي الاهلي ب 26 بونت. يعني في فتره جاريدو كان في خسائر كتيره، كان في حوالي يمكن 7 تعادلات 14 انا فاكر 14 بونت، وكان في هزايم، فكان فرق بيننا وبين الزمالك 26 بونت. انا توليت المهمه كانت في ظروف صعبه في الحته، والحمد لله قدرت ان انا استثمر الفتره اللي انا اشتغلت فيها، حققت الحمد لله مكاسب كتير، ضيقت الفرق بيني وبين الزمالك. ونادي الزمالك كان يستحق البطوله في هذا الموسم، لان هو من اول السنه كان ماشي كويس وكان هو متقدم على النادي الاهلي. يمكن في بعض الاخفاقات، يمكن كاس مصر، فاينل كاس مصر خسرنا من الزمالك 2-0، وايضا في بطوله الكونفدراليه خسرت في ملعب برج العرب 4-2. ويمكن التوفيق ما كانش بيصادف الواحد، يعني في برضه في مراحل المدير الفني بتبقى فيها توفيق وعدم توفيق، مش انا بس، اي مدير فني، يعني اي مدير فني في العالم بيبقى في مرحله لازم يبقى في دروب، سواء في مستوى اللعيبه او في مستوى المنظومه كلها. فانا يمكن الفتره دي يمكن حصل دروب في كاس مصر وحصل في الكونفدراليه، والنادي الاهلي يمكن استغنى عني في هذه الفتره، وانا الحمد لله كنت راضي أو جدا جدا عن ادائي مع الفرقه وعن كوتشنج في الفرقه كويس جدا، ولكن زي ما قلت لك عدم التوفيق لازمني في هذه الفتره. طب تقييم حضرتك للنادي الاهلي مع كابتن حسام البدري حاليا؟ لا، هو ادام النادي الاهلي بيكسب، يبقى النهارده مع الكابتن حسام، مع الكابتن فتحي، مع الكابتن اي كابتن من ولاد النادي الاهلي، انا شايف النادي الاهلي دائما بيبقى كويس اذا كان بيكسب في المقدمه. اذا بيحصل دروب يبقى المدير الفني هو اللي بيتحمل مسؤوليه كل ده. طب راي حضرتك في الازمات اللي بتحصل مع اللعيبه الكبار؟ هم بتبقى عدم مشاركه وفلوسهم على الرجل مثلا. لا بصي، دي وجهات نظر مدير فني، يعني لازم الواحد يحترم وجهات نظر مدير فني. وانا ممكن يمر عليا ان انا مثلا معمد ما كانش اساسي معايا في الفتره اللي كنت، كان بس بيبقى بديل، قاعد احتياطي بحتاجه في التوقيت بينزل. ولكن زي ما قلت لك اي مدير فني له وجهه نظر، وله وجهه نظر لازم تحترم. سيبك بقى من لعيب كبير ولعيب صغير، مش سنيه. لا، هو النهارده المدير الفني النهارده بيحط في تفكيره، بيحط في خبراته شكل يقدر يلعب فيه، تشكيل يقدر يلعب فيه. فالنهارده لازم الواحد يحترم اي قرار مدير فني. ولكن الحاجات اللي بتثار، يعني انا شايف ان الاعلام هو اللي بيثيرها اكتر من اللازم يعني. بس سبب تألق احمد الشيخ مع مصر المقاصة وفلوس على الدكه قبل ما مصر المقاصة ياخدوا الثاني عوض. ما هو اللعيب بيقدر يخلق نجوميته في فرقه، يعني تعالي ارجعي للتاريخ، وارجعي دايما لتاريخ النادي الاهلي وتاريخ النهارده، ان هو بياخد لعيب من اي انديه. في لعيبه بتبقى من خلال النادي بتاعها بتبقى متالقه جدا جدا، ولكن بتيجي ساعات النادي الاهلي ما بتوفقش، بتيجي النادي الاهلي بتلاقي نجوم اعلى منها، فبيبقى النهارده بتستثمروا ان هو قاعد على الدكه، ممكن ما يشتركش، ممكن يخش في 18. فاحمد الشيخ يمكن ظروفه اللي جه فيها كان في عندنا في الجنب ده وليد، وكان في مؤمن زكريا، وكان في رمضان صبحي، وكان في تريزيجيه، يعني كان في مجموعه من اللعيبه، كويسه. ولكن هو دلوقتي اصبح عنصر مهم جدا جدا في فرقه المقاصه، واصبح هداف الدوري العام ب8 اهداف،
واصبح من اللعيبه الاساسيين، واصبح من الناس اللي النادي الاهلي بيبص لهم بمنظور ان هم لازم يرجعوا تاني بعد الاعاره. ايه الصفقه اللي محتاجها الاهلي في الانتقالات الشتويه؟ انا شايف يمكن صفقه ممكن يكون ستوبر وراس حربه، يمكن دول اهم مركزين، يمكن دول النادي الاهلي محتاج تدعيم فيه. الاستغناء عن رمضان صبحي اثر مع النادي الاهلي؟ لا مفيش لعيب بيأثر مع النادي الاهلي زي ما قلت لك، لان في بدائل، والبدائل الحمد لله على مستوى عالي جدا. مؤمن بيحرز اهداف، وليد سليمان بيحرز اهداف، دلوقتي في كريم نتفي طبعا ماشي كويس جدا، ففي البدائل الحمد لله ماشيه كويس كلها. افضل مهاجم من وجهه نظر حضرتك في الدوري حاليا؟ يعني بصي، انا التقييم لسه بدري عليه، يعني تقييم اللي احنا هناخد تقييم مرحلي مش تقييم الموسم. تقييم مرحلي في لعيبه كويسه جدا في الهجوم، في لعيبه متالقه في الهجوم. اتمنى يمكن زي ما قلت لك ان احنا نلاقي عناصر كتيره تفيد المنتخب القومي. يعني دلوقتي النهارده على الساحه مين النهارده اللاعب اللي في منتخب مصر؟ راس الحربه الوحيد باسم. مين اللي اصبح بديل؟ حسام باولو. فالنهارده اتمنى ان احنا نجد رؤوس حربه غير الافارقه، يعني غير الافارقه يكونوا هم فعلا تحسي ان هو احسن راس حربه في مصر. طب مين اللاعب اللي في الاهلي اللي المفروض يبقى في قائمه الجابون 2017؟ الكوبر ما خدوش. مين اللي انا شايف؟ سعد سمير. ليه سعد سمير؟ لان برضو المركز ده في المنتخب يمكن ناقص شويه، يمكن في علي جبر وفي احمد دويدار، ولكن سعد سمير برضو الحمد لله الفتره الاخيره لعب ماتشات كويسه، فاتمنى ان هو ينضم لمنتخب مصر الفتره القادمه. بس في ناس كتيره قوي بتلوم هيكتور كوبر عشان خاطر ما خدش حسام غالي. ما انا بقول لك دي حاجات كلها بترجع للمدير الفني. المدير الفني له حريه الاختيار، له حريه النهارده يشوف اللعيبه اللي عنده في هذا المكان. عنده طارق حامد، عنده النني، عنده لعيبه يتواجدوا في هذا المكان. هل وجود حسام غالي النهارده هيدي طفره للمنتخب؟ انا شايف انه يدي طفره للمنتخب، لان حسام غالي اللعيبه الوحيده اللي بيبقى ليه رؤيه لقدام، رؤيته حلوه لقدام. فاتمنى ان حسام يخش يبقى الفتره اللي جايه كده في المنتخب، ولكن زي ما قلت لك انا بحترم وجهات نظر المدير الفني دايما. مصر هتوصل كاس العالم؟ انا شايف بنسبه كبيره ان شاء الله، انا متفائل جدا يعني بنسبه كبيره ان مجموعه مصر الحمد لله احنا كسبنا ماتشين، كسبنا الكونغو وكسبنا غانا، وعندنا ماتشات لسه اوغندا والكونغو تاني وغانا، واتمنى ان شاء الله منتخب مصر يصل، ومنتخب مصر قادر انه يوصل، لان فعلا المؤشرات حوالين المنتخب ولاعيبه المنتخب دلوقتي هو منتخب مصر قوام كويس، فيه 10 محترفين ما شاء الله كويسين وكلهم مستويات عاليه جدا، واتمنى ان شاء الله منتخب مصر يصل لكاس العالم ان شاء الله. اذا صعد مصر لكاس العالم، ايه العقبات اللي هتواجه منتخب مصر في الفتره؟ هو مفيش عقبات، هو بس مستر كوبر وجهازه الفني لازم يعملوا استراتيجيه كويسه اللي هو يروح روسيا 2018، لازم يبقى عامل عدد وفير من الماتشات الدوليه القويه ومدارس مختلفه، ما يتجهش الافريقي بس. يعني زي احنا مثلا في 89 90 كاس العالم اتجهنا لاوروبا، لعبنا مع فرق من اوروبا وفرق من اسيا وفرق من افريقيا، عملنا تشكيله مدارس مختلفه. فاتمنى ان هو يكون بعد ان شاء الله الوصول لكاس العالم ايطاليا 2018 ان شاء الله يكون عامل برنامج كويس لمنتخب مصر، واتحاد الكره يوافق له على هذا البرنامج.